السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا صديقاتي وحتى الأصدقاء ديالي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة بعد غياب طويل. فقررت نطلع لكم في هذا الشهر المبارك ونقول لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم إن شاء الله بصحة وبطولة العمر وباش تمنيتوا نتوما وجميع الأسرة ديالكم. فبهذه المناسبة نتوما عارفين جميع الأسر المغربية أنها كتحضر شهيوات اللي هي من ضمنها شباكية صفوف، يعني معسلات وهذا. فأنا اليوم غادي نحضر سفوف أولا الزميطة أولا سلو، يعني كل منطقة شنو كتقول ليها. فأنا غنحضر معكم الطريقة ديالي، يعني الطريقة اللي وراتني ماما والمعتمدة عندي، طريقة مبسطة ومقادير غير مكلفة كما العادة، كيف ما ولفتكم لا في الماسكات ولا الشهوات ديالي، أني كنجيب لكم حاجة اللي هي مبسطة وما غاديش تكلف عليكم بزاف. فهاد سليلو فهو جد سهل، يعني أي وحدة اللي ما عمرها حضرت سليلو ولا ما كتعرفش ليه فانها غادي تحضروا بعينها مغمضين. علاش؟ لان الطريقه بسيطه ومقادير كذلك غير مكلفه. فمرحبا بكم معايا، خليكم معايا حتى نهايه الفيديو فغنبارطاجي معكم مقادير وطريقه التحضير. ودابا صديقاتي غادي نبارطاجي معكم المقادير اللي غنحتاجو في السفوف نتاعنا. اول حاجه غنحتاجو في السفوف هو الدقيق اللي كنشدوه وكنحمروه. فانا هنا عندي مقدار ديال كيلو ديال الدقيق ميلونج ما بين الفورس والقمح. تقولوا لي الدقيق الابيض راه ما زوينش، غنقول لكم متفقه معكم، ولكن كيعجبني انا نستعملو في سليلو عندي. فانا هنا عندي كميه ديال نص كيلو هي مقدار ديال كيلو. ها نتوما نص كيلو فورس ونص كيلو ديال الدقيق ديال القمح اللي حمرتهم مزيان. هنا البنات انا حمرته على برا، ممكن انكم تحمروه في البيت ديالكم ومن الاحسن انه يتحمر على برا، فكيتحمر مزيان. طريقه سهله الا بغيتو تحمروه في البيت ديالكم. فكتاخذوا الدقيق ديالكم، كتاخذوا الكميه اللي بغيتو، كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو، كديروها في طاوه ديال الفرن، كتسخنوا الفران مزيان. من بعد ملي كتدخلوا ليه الطاوه كتنقصوا وكتخلوه يطيب على خاطرو. فبالطبع مع المراقبه، لانه الا حيدتو من حداه فراه هو دغيا كيتحرق. فتراقبوا السليلو ديالكم حتى كيعطيكم يعني هذا اللون الذهبي بحال هكا. راه هكا كيكون الدقيق راه هو مزيان، وكتشدوه كتغربلوه. سينو تقدروا ديروه حتى في الكوكوط، راه كتحمروا مزيان. انا حمرته على برا. هنا عندي كيف ما قلت لكم، نعاود نذكركم، عندي كيلو ديال الدقيق ميلونج ما بين الفورس والقمح. غادي نحتاج ليه لواحد نص كيلو ديال اللوز بلدي. وإلا درتو 2 كيلو راه غادي ديروا كيلو من اللوز، يعني كيلو من اللوز وكيلو من كل حاجه. فانا هنا عندي مقدار دقيق كيلو، فهنا غادي ندير نص كيلو ديال اللوز. هانتوما كيف ما كتشوفوا اللوز هذا بلدي. غادي نحتاج كذلك الكاوكاو بلدي، هنا عندي كذلك مقدار ديال نص كيلو. غادي نحتاج نص كيلو ديال الزنجلان بلدي حتى هويا. وغادي نحتاج كذلك الكاوكاو مفسخ. فالكاوكاو مفسخ كيعطيه واحد الطيبه اللي هي زوينه. غادي نحتاجوا الكركاع. هانتوما عندي واحد رابعه ديال الكركاع، لكم الاختيار، بديروا الكركاع ديروه، ما بغيتوش ديروه ففقط غتكتفيو بالكاوكاو واللوز والزنجلان. مي انا كيعجبني انني ندير فيه كركاع، فهنا درت واحد الرابعه ديال الكركاع. وكذلك عندي واحد الرابعه ديال ايلان. هانتوما ها هو راه شديته طحنته، هو هنا عندي مطحون. عندي واحد رابعه ديال الايلان كذلك، لكم الاختيار، بديروه ديروه، ما بغيتوش ديروه ما غديروش. وعندي كذلك الصوجه، انا كيعجبني ندير فيه الصوجه. عندي هنا واحد الرابعه، هانتوما كيف ما كتشوفوا راني ديجا طحنتها. فبالنسبه للايلان والصوجه والكركاع لكم الاختيار، بديروهم ديروهم، ما بغيتوش ديروهم فقط تكتفيو بالمقادير الاخرى، يعني المكونات الاخرى. هنا عندي واحد 100 غرام ديال حبه حلاوه، وعندي 100 غرام ديال النافع. انا ما غاديش نديرهم كاملين، مي هنا عندي 100 غرام 100 غرام. وهنا عندي زريعه الكتان كيف ما كتشوفوا، يعني عندي هنا واحد نص رابعه حتى هي كذلك، تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش. وعندي واحد رابعه ديال السكر كلاصي اللي هو سبيسيال، يعني حاجه اللي هي مزيانه. ديما تاخذوا سكر كلاصي سبيسيال كيكون مزيان. وغادي نحتاج كذلك الكوزه، عندي الرقيقه وعندي الغليظه، فغندير منها غير واحد شويه. وهنايا غادي نحتاج الروح ديال الزهر، فانا كتعجبني، كتعطيه واحد الطيبه وكتعطيه واحد الريحه، يعني ملي كتشمي سليلو في الدار كيجيك راه ريحه العيد وريحه رمضان. المهم انا كيعجبني حيت ماما كانت كديرو، فانا حتى انا غادي نديرو. وغادي نحتاج كذلك المسكه الحره. المسكه الحره البنات دائما تاخذوا ديال العبار اللي كتكون في القرعه، اللي كيعبر لكم منها، فهي كتكون حره وزوينه. والمسكه الحره الا بتعرفوهاش حره، كيف ما كديريها في فمك كتندغيها، فكتكون بحال المسكه، يعني ما كتكونش
تكونش قاصحه كطرطق. لذلك غادي نحتاجوا العسل. هانتوما لكم الاختيار، يعني تقدروا ديروا العسل. الناس اللي فيهم السكر هي اللي ما غاديش يديروا العسل وما غاديش يديروا حتى السكر، ولكن تقدروا تحليو واحد شويه ديال العسل من هذا، يعني شويه منه. فانا غادي ندير واحد المقدار ديال كاس ديال العسل، وكذلك غادي ندير كاس ديال الزيت البلديه، وغادي ندير كاس ديال الزبده. فانا ما حطيتهمش هنايا لانني غادي ندوبهم. فانا غنمشي نحضر المقادير. اول حاجه غادي نديرو وهي غادي نحمروا هاد المقادير، يعني اللوز والكاوكاو والزنجلان، يعني غادي نحمرهم. فتقدروا تحمروهم في الفران كيف ما تقدروا تحمروهم فوق البوطه. فغادي نمشيو نحمروا المقادير ونطحنوهم ونرجعوا باش نخلطوا السليلو ديالنا. ودابا البنات غادي ندوزو باش نحضروا يعني المكونات اللي عندنا. فاول حاجه غادي نشد هانتوما الزنجلان من بعد ما تنقى وتقاد وداكشي. فانا غادي نديرو هنا، هانتوما نديرو في الطاوه ديال الفران، يعني نخويه هنا. كتخووه في الطاوه بحال هكا ياك، وغديروا ليه زويته. نجيب الزيت. هانتوما البنات يعني كنديروا واحد شويه ديال الزيت مزيان، غير واحد شويه. علاش زوينه؟ باش كتحمروا لينا مزيان. هانتوما غير واحد شويه باش كياخذ ديك كيتحمر مزيان. هانتوما البنات شفتوه الزنجلان لبستو، يعني درت ليه ديك الزويته حتى لبستها ليه مزيان باش غادي يتقرمل ليا مزيان. انا دابا غادي نحضر جوج لاطات باش ندخلهم بجوج باش نستغل الوقت هكا. فدابا غادي ندير هنا، غادي ندير حتى الكاوكاو غنديرو في هاد اللاطه الاخرى وحتى هو غادي ندير ليه واحد يعني زويته. هانتوما غادي ندير الزيت باش كيتحمر لكم دغيا. فوالا لبسوها ليه حتى هو كذلك مزيان كيتحمر البنات دغيا. ملي كديروا هاد الزيت غير ما تكثروش، غير واحد شويه. فوالا دابا غادي ندخلهم بجوج بهم. هانتوما دابا غادي ندخلهم بجوج بهم الفران. ودابا البنات من بعد ما درت كاوكاو والزنجلان كيتحمر في الفران، فهنا غادي نشعل على المقله. هنا غادي نحمر فيها النافع فقط. فهو من بعد ما نقيتو ها هويا، فغادي نديرو هنايا. النافع والزنجلان كيف ما قلت لكم كتهضوهم، ما تحرقوهمش بزاف باش ما يتحيدوش منهم دوك المنافع ديالهم. هذا اللي حمرت غادي نحطو حتى هو. فوالا هانتوما من بعد ما خرجت الزنجلان والكاوكاو دابا غادي ندير اللوز. هانتوما كيف ما كتشوفوا اللوز البنات كتشدوه كديروا ليه واحد زويه حتى كيستوي مزيان من الغبره. ودابا غندير ليه حتى واحد شويه ديال الزيت كيف ما كتشوفوا. وغادي نبشر ليه مزيان صافي، وغادي ندخلو الفران. وهنا صديقاتي غادي ندير كاوكاو. هانتوما كيف ما كتشوفوا كاوكاو مفسخ، حتى هو غندير ليه شويه الزويته. هانتوما وغادي نديرو في المقله لان الاخرين درتهم في الفران. وباش نستغل الوقت فهذا غادي نديرو هنا في المقله. هانتوما وغادي نخليه يتحمر مزيان. هانتوما صديقاتي دابا راه بلاتي نطفي على هذا. هانتوما الكاوكاو مفسخ ديالنا فهو تحمر، وكذلك داكشي اللي درت في الفران حتى هو تحمر. درت اللوز، درت الكاوكاو، درت الزنجلان، كاوكاو مفسخ ها هو، حبه حلاوه، النافع، كلشي حمرته، كلشي قرملتو هكايا. فالشي اللي درتو في الفران ماشي درتو في المقله باش نعاون هكا باش ما نضيعش الوقت. بقى لي دابا غير الكركاع حتى هو غادي نحمرو. وخليكم معايا باش نطحنوا المقادير ونجمع معكم سليلو. ودابا البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي ندير الكركاع ديالي. هانتوما يعني غندير شويه بشويه باش ما يتحرقش ليا. فوالا غادي نحمر الكركاع ديالي حتى هو. البنات الكركاع من الاحسن انه ملي يتحمر تزولوا ليه الجلفه ديالو باش ما يجيكمش مار. البنات يعني قرملت كلشي. هانتوما درت لكم كاميرا تشوفوا. هانتوما الزنجلان
الزنجلان، وهنا عندنا اللوز، هنا عندنا حبة حلاوة وعندنا النافاه، هنا عندنا الكركاع، هنا عندنا الكاوكاو والكاوكاو مفسخ. دابا هادشي كامل حمرناه، دابا غادي ندوزو نطحنوه. الغزالات انا رجعت معكم من بعد ما طحنت جميع المقادير اللي عندي. الدقيق راه غربلته كيف ما وريتكم. هنا عندي الزنجلان ها نتوما طحنته مزيان، وهذا خليته هكايا، يعني ضروري تطحنوا النص والنص تخلوه. كذلك اللوز كيف ما كتشوفوا، النص طحنته مزيان والنص غير هرمشته. ها نتوما شو كي خليته بحال هكايا كيجي زوين تسليلو بحال هكا. وهنايا عندي الكاوكاو المفسخ حتى هو طحنته حتى طلق الزيت ديالو. هنا عندي الكاوكاو الاخر، هنا عندي الكركاع حتى هو طحنته حتى طلق الزيت ديالو، حبه حلاوه والنافع حتى هما طحنتهم. هنا خليت واحد شويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز للتزيين. وهنايا المسكه الحره راه هي طحنتها مع شويه ديال السكر كلاصي. ودابا غادي ندوز باش ندوب الزبده ونسخن الزيت ديالي، وكذلك العسيله حتى هي غنضيف فيها واحد شويه باش تجرى. وغادي ندوزو باش نخلطو السليلو ديالنا. دابا البنات غادي ندوز باش نغربل الدقيق. هانتوما كيف ما كتشوفوا، يعني الدقيق خصكم ضروري من بعد ما تحمروه يعني كتشدوه وكتغربلوه باش ما يبقاوش فيه بحال هاد الحبيبات. ها هما شفتوهم هادو، يعني خصهم ما يبقاوش فيه. كنغربلوه مزيان. هانتوما خاص ما يبقاوش فيه بحال هادو، يعني هادو خاصهم ما يبقاوش فيه باش كيجي واحد السليلو اللي هو زوين. هانتوما الغزالات انا غربلت الدقيق ديالي كيف ما كتشوفوا. هانتوما شفتوا ما كتبقاش فيه تقول شي حبه هكا مكوره. ودابا الغزالات وصلنا للمرحله ديال باش غادي نخلطوا السليلو ديالنا. كيف ما كتشوفوا الدقيق ديالنا ها هو مغربل موجود، والمقادير كلها كيف ما كتشوفوا حمرتها مزيان وطحنتها على حقها وطريقها. ذوبت الزبده ديالي، سخنت الزيت، سخنت كذلك العسيله ديالي. ودابا غادي ندوزو باش نخلطوا جميع المكونات. فغادي نشدو اللوز ديالنا وغادي نديروه. هانتوما انا غنخلط معكم غير نص الكميه لان الدقيق القصريه ما غاديش زعما كنرتاح فيها، فمن الاحسن انني نديرو فشي بانيو كبير. هنا الزنجلان كيف ما كتشوفوا، هنا اللوز اللي هرمشته، وكذلك الزنجلان كنخلوه كيف ما هو. هو الزنجلان طحنته والاخر خليته. هنا اللوز مطحون والاخر خليته غير مهرمش. وهنا عندي إيلان، هنا عندي الصوجة كيف ما قلت لكم، اللوز والكاوكاو والزنجلان نص كيلو نص كيلو، وباقي المقادير كلشي رابعه 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 رابعه. هنا غادي نحتاج مقدار ديال 2 المعالق فقط، لان عندي انا غير كيلو ما غاديش نكثر من حبه حلاوه والنافع. يعني غندير واحد مقدار 2 المعالق كبار ديال النافع. بسم الله. ها الاولى، ها الثانيه، وحبه حلاوه حتى هي غندير منها 2 معلقات. ها الاولى وها الثانيه، يعني ما نكثروش. انا طحنتهم لانني باقي غادي نحتاجهم. وغادي ندير المسكه الحره. ها هي المسكه الحره اللي شديتها وطحنتها مع شويه ديال السكر كلاصي باش تخلينا مزيان. هنا عندي الكركاع اللي طحنته حتى هو مزيان، ها هو ندير حتى هو النص. وهنا عندي كاوكاو كيف ما كتشوفوا، ها هو كاوكاو حتى هو غادي نديرو. كيف ما قلت لكم القصريه راه صغيره يعني ما غاديش تكفيني، فانا غادي نوريكم، ولكن هادشي كله غادي نقلبوه في البانيو باش نخدم على خاطري. كذلك غادي ندير الكاوكاو المفسخ، ها هو كاوكاو مفسخ حتى
حتى هو نص كيلو اللي درت، نص كيلو ديال الكاوكاو الاخر اللي بالجلفه ديالو، ونص كيلو من هذا الفسخ. حتى هو ها هو ندير واحد شويه هنا. هنا عندي الكوزه، هانتوما عندي الكوزه، غندير واحد المعلقه صغيره وغادي نحك واحد شويه من الاخر. واحد المعلقه اللي هي صغيره، هانتوما راس معلقه هكا، ما غاديش نكثر بزاف، غير شويه. ها هي شفتوها، غير واحد شويه. هذه الرقيقه، وغادي نحك شويه من هذيك، نحك شويه من الغليظه. هانتوما حكيت غير واحد شويه، ما بغيتش نقوي بزاف. ودابا غادي ندوزو باش نخلطوا جميع المكونات اللي عندنا. هانتوما كما قلت لكم البانيو احسن، فانا وقيله فاهم نقلب هادشي كامل في البانيو. هانتوما المهم كتخلطوا كل شيء. هاد القصريه صغيره، يعني كتخلطوا النواشف بعدا هي الاولى مزيان، وكتمعكوها مزيان. عاد ابخي غادي نزيدو السوائل، يعني الزيت والزبده والعسل. بالنسبه للناس اللي فيهم السكر، يعني الناس اللي ديابيتيك، فما يستعملوش السكر كلاصي، وما يستعملوش حتى العسل، يعني يقدروا يديروا منها واحد شويه باش يجي ديك التعليكه فقط. وإلا ما كانوش كيستعملوها راه ما يستعملوش كاع، يكتفيو فقط بالزبده والزيت البلديه. ايوا دابا خصني ندلك مزيان. غندير زريعه الكتان، ما درتهاش، هانتوما كيف ما كتشوفوا زريعه الكتان غنديرها حتى هي، ونبدا كنخلط معاك المقادير مزيان حتى تدخل مع بعضياتها. عاد باش غادي نزيد، غادي ندير الزبده كيف ما كتشوفوا، وغادي ندير الزيت حيت سخنتها. دفيوها البنات، الزيت ضروري تدفيوها. وغادي ندير الكاس ديال العسل. ودابا غادي نمعك كلشي، وغادي نزيد، شوفوا عندي كاوكاو غادي نزيدو، وغادي نضيف، درت الكركاع ولكن غادي نزيدها بشويه. انا كيعجبني سليلو يكون فيه القوام اكثر من الدقيق، داكشي علاش درت القوام كثارين باش يجيني زوين. ودابا غادي ندوز باش نمعكو مزيان الغزالات ديالي. ها الصفوف ديالنا من بعد ما كملتهم، هانتوما كيفاش جاو معلكين غزالين. خلاص واحد الريحه طالعه منهم ما نقولش لكم، ريحه رمضان. كيف ما كتعرفوا المسكه الحره الكوزه كيتواتوا مع بدياتهم. خلاص انا زدت عليهم الروح ديال الزهر اللي هي هذه، كتعطيهم واحد النكهه، واحد الطيبه اللي هي زوينه خاصه. فكنصحكم انكم ديروه، فغادي يعجبكم في السليلو ديالكم. فكنقول لكم بالصحه والراحه، وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد، لا يدخل لكم ان شاء الله بصحه وطول العمر باش تمنيتو. ونخليكم الى فيديو جديد وشهوه جديده ان شاء الله باذن الله.